اخواني اخواتي، اليوم جبت لكم واحد الوصفه، وهذه الوصفه هي سهله وبسيطه من مطبخ ياسمين. وهذه الوصفه هي شلاضه اللي هي مغربيه وصيفيه وخفيفه في الصيف وسهله، كتوجد في 5 ديال الدقائق. والمواد اللي كنحتاجوهم هما كالتالي. عندنا هنايا واحد مهم تقديم. راه عندي هنايا هاد المطيشه هادي، راه تبارك الله كبيره، ثمن غنقولوا دير 2 حبات كبارين ديال المطيشه، لحقاش راه مطيشه كبيره. وعندي هنايا فلفله، راه هادي غادي دير 2 د الفلفلات، تبارك الله راه كبيره هاد الفلفله. وهاد الحبات المطيشه راه دير 2 مطيشات كبارين حتى هما. وهذه بصله اللي كنحتاجو هما البصله، ما تكونش البصله اللي حاره ولا البصله الحمراء ولا البصله هذه. البصله كما كتشاهدوها بيضه ما حراش بزاف، هذه كتجي في الشلاضه ما كتجيش حاره. وعندي هنايا واحد العريشات ديال المعدنوس كما كتشاهدوا، راني غسلتهم وخصني غير نقطعهم ها هما. وعندي هنايا 2 معلقات ديال زيت العود. وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، ولا نقول نص معلقه صغيره ديال الملح، والملح كيبقى حتى هو على حسب الذوق. وعندي هنايا شي شويه ديال الابزار، غنقولوا راس المعلقه ديال الابزار، وحتى هو كيبقى كل واحد والاختيار ديالو. كاين اللي كيبغي يزيد كثر، كاين اللي قليل. ومع دابا حتى الصهد ما كنبغيوش نديروا هاد المواد ديال البهارات بزاف. وكاين اللي كيبغي شلاضه الخل، انا ما كنستعملوش، ما كيعجبنيش، ما كنستعملوش، ولكن كيبقى الاختيار لكل اللي بغى يدير الخل يدير الخل في الشلاضه. وعلى بركه الله غادي نقشر هذا الشيء هذا. وكما كنقول راه كتجي زوينه. وكتجي سهله خفيفه. وكنديروها في الثلاجه، لو بغينا نديروها في الثلاجه نقطعوها ونديروها في الثلاجه، نخليوها واحد شويه في الثلاجه كتبرد. ولا كتكون عندنا الخضره حتى هي في الثلاجه في هذا الصيف هذا، كتكون في الثلاجه كتكون بارده باش كتجي هي بارده. الشلاضه ديالها كتجي زوينه. وكاين شي مرات لا بغيتو تزيدوا لها شي شويش ديال الماء، كديروا لها الماء، والماء يكون بارد، واحد شويه ديال الماء. هاد المطيشه تبارك الله، وهاد الفلفله راهم هما ديال هنا، راهم من مغروسين هنايا. غنقولوا كما كنقولوا حنايا راهم ديال البلاد. واخا حنا في اسبانيا راهم غارسينهم المغاربه تبارك الله عليهم، راهم حادقين. وهاد الفلفله كنقطعها هكايا شرائح طوال، وكنقطعهم مربعين صغيورين غير. وكتجي زوينه كتعجبنا. وهذه الشلاضه المغربيه كما كنقولوا، راه كتشوفوا ملي كيكون دائما فشي بلاصه كنكونوا مسافرين، راه هذه اللي كيحطوا لنا مثلا مع الشوا. كنجمعهم هكذا باش نقطعهم.
بهذه الطريقه هذه كما كتشاهدوا كنقطعهم هكا بهذا الشكل. خصهم يتقطعوا هكا صغيورين كما كتشاهدوا. كنقطع مطيشه راه حيدت لها الزريعه وكنقطعها حتى هي هكايا مربعات بهذا الشكل هذا. هانتوما هي الشرائح. ومطيشه ما كتخصهاش تكون ديال الشلاضه، ما خصهاش تكون طايبه بزاف باش كتبقى شي شويه شاده. الا كانت طايبه مطيشه بزاف عاوتاني ما كتبقاش هكا مقطعه طريفات مربعين. كما كتشاهدوا حتى هي البصله كنقطعها هكا مربعات هكا صغيره. كما كتشاهدوا كنقطعوها طريفات صغيورين البصله. كما كتشاهدوا البصله والمطيشه والفلفله وهذا المعدنوس. هاد لي هاد شويه ديال المعدنوس. المعدنوس غادي نخليه حتى الاخير ونقطعوه باش نخليه حتى التالي. نتوما كما كتشاهدوا الشلاضه ديالي ها هي الفلفله والبصله كما كتشاهدوا والمطيشه الفلفل والطماطم ولا مطيشه طماطم والبصل. هما بثلاثه هاد المكونات ها هما مخلطين. ودابا غادي نضيف الملحه، وكما كنقولوا الملحه كتبقى حتى هي على حسب الذوق. والواحد دائما كيذوق، الا جات مسوسه يزيد. والابزار كنضيف الابزار ولا الفلفل الاسود. كنضيف الزيت فهي كتبقى على حسب الذوق. دائما كنقول كل واحد والاختيار ديالو. اضيفوا البقدونس. كنخلط المكونات كاملين وكيجيو رائعين. كتجي زوينه ومحبوبه لدى المغاربه كاملين كتعجبنا، كتجي زوينه. كنحطوها حتى للضيوف ديالنا ملي كنديروا مثلا الدجاج محمر، اللحم بالبرقوق، يعني مع الوصفات كتحط شليضه كتجي بارده مع الصيف. وهكا كما كتشاهدوا اللي بغى يضيف شي شويش ديال الماء بارد من الثلاجه، شي شويش د الماء يقدر يضيفو، كل واحد والاختيار ديالو. دابا غادي كما كتشاهدوا هي واجده وغادي نرجعوا للتقديم. ها الشلاضه واجده كما كتشاهدوا، كتجي هائله بالصحه والراحه وبارده في هذا الوقت نتاع الصيف. راها كتبرد وكتجي لذيذه بزاف بالصحه والراحه. كما كتشاهدوا كتقدم هكا بطبيسيلات صغارين للضيوف فوق الطبله ديالنا. كنذوقوا بها حتى الطبله ديالنا، كتجي الطبله ديالنا هائله وبالصحه والراحه. ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي والدعم، وكنشكركم
نشكركم على التفاعل ديالكم الدائم معايا، وبارطاجيو وديروا لايك، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده ان شاء الله تكون وصفات رائعه. والسلام عليكم احبائي.